ماي 2024. تحية لكل الإطارات السياسية والجمعوية والنقابية والحقوقية الحاضرين معنا. تحية لجميع المناضلين والمناضلات في القطاعات التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تنحتفل هذه السنة فاتح ماي تحت شعار من أجل أولا القضية الفلسطينية حاضرة بقوة، ثم الحقوق، ثم المطالب. ثلاثة ديال الركائز أساسية بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتمدها من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة. ولو أن الفكرة الآتية غادي تكون تكرار، ولكن ضروري نهضروا عليها لأنها متعلقة بالحرب الصهيو أمريكية على الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني بوابة الجنوب، بمعنى أن القضاء على القضية الفلسطينية هو قضاء على شعوب الجنوب بأكملها، وبالتالي فإن حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني هي حرب إبادة علينا جميعا، ما دام أن أمريكا تتحكم في كل شيء وتسير العالم برغبتها وبالشكل الذي تريد. على المستوى المحلي نؤكد أننا منحازون للطبقة العاملة، ولنا فخر الانتماء وفخر الانحياز إلى الطبقة العاملة والدفاع عن مطالبها والحفاظ على مكتسباتها. تحية نضالية الطبقة العاملة، تحية نضالية وتحية نضالية الطبقة العاملة، وتحية نضالية الطبقة العاملة. انحيازنا للطبقة العاملة يأتي من كون أن الهجوم أو هجوم الإمبريالية على شعوب الجنوب هو هجوم شرس يعتمد التقتيل والتجويع، ويحتمل الهدم وإعدام مقومات الحياة، ويرغب في دفع شعوب بأكملها وإخراجها من أراضيها. وندين صمت دول الشمال وتواطؤ الحكومات العربية، لأنها تسمح لأمريكا بهذه العربضة اللا مقبولة. قلنا على مستوى المحلي تعززت صفوف الكونفدرالية بمجموعة من المناضلين والمناضلات في قطاعات مختلفة كالجماعات والتقاعد والحراسة، ومجموعة من المناضلين الآخرين الذين التحقوا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل. في مقابل هذا التوافد على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نجد أن في هذا الإقليم مجموعة من القطاعات عرفت النهاية ديالها، منها إغلاق منجم الحمام، منشأة منجمية كانت تدر مدخولا وافرا على الإقليم، وللأسف تم إغلاق هذا المنجم، تم التسوية مع العمال، لكن هذه التسوية تمت في صمت ولم تشترك فيها النقابة. وماشي بوحدها، تمت تسوية أخرى تخص ضيعة الدومين كذلك دون إشراك النقابة. وفي أحسن الأحوال تعقد لجنة إقليمية للبحث والمصالحة بشكل غير قانوني، لأن القانون شي يقول؟ تيقول أن
لجنه البحث والمصالحه تترأسها العامل. حنا عندنا واحد البدعه في هذا الاقليم، بدعه في هذا الاقليم، العامل ما يترأسش اللجنه ديال البحث والمصالحه، بدعوى ان اللي غادي يترأس لجنه البحث والمصالحه هو مؤسسه العامل. القانون ينص على ان العامل هو الذي يترأس لجنه البحث والمصالحه، وحنا عندنا في هذا الاقليم ماشي العامل، هيئه او لجنه او مؤسسه العماله، مؤسسه العامل، وهذه راه ما كايناش في القانون. وبالتالي ارباب العمل اللي تجي تهضر معاه الا ما كانش العامل راه تيعتبر هو الامور غادي عاديه، لان هذيك القوه ديال السلطه ما تكونش حاضره، او قد نعتبر انها جواز، يعني هذاك هو الجواز باش يمكن دير اللي بغيتي وتقدر تسرح العمال وتسرح العائلات والدنيا هانيه، ما كاينش مشكل. ايضا ما تبقى من منجم الحمام هما واحد الشركه ديال الحراسه، ولكن هذه الشركه ما تتعاملش مع العمال بالشكل المطلوب، ما تطبقش القانون في المجمل ديالو. الزياده الاخيره ديال 2022 2023 تسوات مع العمال، ولكن تسوات مع العمال، وهذه الشركه سميتها ميطالو سيرفيس، تسوات مع العمال، ولكن هذيك التسويه اللي سوات مع العمال فقط زادتهم هذيك 5%، ولكن الرابيل ديال هذيك 5% ما تعطاهمش. وبالتالي هذا حق من الحقوق اللي فينا نذكروا على هذا الشيء دابا. الا بغينا نهضروا عليه مثلا نهضروا على نهضر بالدارجه حيت كاينين العمال خصنا نتواصلوا معاهم. الى فين غادي نتواصلوا في اللجنه على مستوى السلطات المحليه، اللقاءات اللي تتكون فيها تنذكروا، ولكن ما تتنعقدش نهائيا. علاش؟ لان تيظهر لنا حنا ان النقابه، نهضر على الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل باش ما نقولش شي جهه اخرى، تنقول الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. هذه النقابه التعامل معها من طرف السلطات ما تتعاملوش معها كشريك اجتماعي. الدنيا هانيه، ما عندهم ما يديروا هما بهذه النقابه كاع اللي غادي تبقى تصدعهم في الراس ولا اللي غادي يناقشوا معها شي حاجه. يكفيهم انهم يستدعيوا جهات ما عندهاش العلاقه نهائيا مع الشأن الاجتماعي، ما عندهاش نهائيا العلاقه مع الشأن الاجتماعي، هي اللي تتمثل الجانب الاجتماعي في النقاشات مع العماله. هذا اضعاف ديال العمل النقابي والدفع نحو اضعاف العمل النقابي من خلال التجاهل اولا، ومن خلال الهشاشه في العمل. راه هذا الاقليم دائما حنايا في هذا الفتيح ما يتذكروا على هذا الشيء. هذا الاقليم راه ما فيه حتى حاجه، ما فيه غير السلطه بوحدها هي اللي كاينه، ما فيه حتى حاجه. كاينه الهشاشه في العمل، حتى هذا التشغيل اللي كاين، هذا الشويه اللي كاين ديال التشغيل هو تشغيل نهش. غنقول تشغيل نهش. واش عمال ديال الحراسه والنظافه تشغيل قوي؟ ماشي تشغيل قوي. علاش ماشي تشغيل قوي؟ لان تدار صفقه، تجي شركه تتخدم العمال، تتسالي 3 سنين، تتمشي الشركه بحالها، وتجي عاوتاني شركه اخرى، ها الهشاشه، تجي شركه اخرى، وملي تجي هذيك الشركه شنو تيضيع علينا حنا معاها كعمال؟ تضيع علينا الاقدميه اللي تعطيها لنا القانون. الا غنخدم عامين وغناخذ 5%، بمعنى ان الاجر ديالي غادي يضاف ليه واحد القيمه ديال 5%. ملي تنبدلوا المشغل تتمشي لينا ديك 5%، وغنخدموا 3 سنين اخرى باش نوصلوا 5 سنين باش تولي عندنا 10%، وما غنوصلوش هذيك 10%. ديما نبقاو نجدوا العقد، كل 3 سنين غادي نجدوا العقد، ونبقاو تنعيشوا الهشاشه، ونبقاو مخلوعين لان غادي تجي هذيك الشركه وملي غتجي هذيك الشركه تقدر ما تخدمناش، تقدر ما تخدمكش، تخدم غير واحد اخر. وهذا عطيت غير مثال ديال العمال ديال الحراسه. ما نهضروش على الطبخ، ما نهضروش على ما نهضروش على النظافه. وعاد واحد المساله اخرى
الا ما كنتيش مرضي، حيت الا كنتي مرضي غيتعاملوا معاك وغيتعاونوا معاك. شنو بغيتي؟ باغي شي قطاع، خاصك القطاعات. حنا غنوجهوا قطاع الفلاني يجي يشتغل معاك، هو راه ما جايش النقابه. هذاك القطاع موجه علاش؟ من اجل تقويه جهه ما واضعاف جهه اخرى. وإلا بغيتي هذا علاش نقول هذا الشيء، باش نقول ان هذا الحضور اللي كاين الان هو حضور نوعي. هذا الحضور اللي كاين دابا ما جاب حتى واحد جايب قناعه ديالو باش يجي حاضر، ما جابوش شي واحد وما قال ليش شي واحد سير ليه. وبالتالي حنا راه تنعتبروا اننا الا عندنا 10 ديال المناضلين حاضرين معنا راه تيساويو عدد كبير ديال شي وحدين موجهين غادي يجيو للنقابه. اذا كاينه الهشاشه في العمل، ونزيدوها على واحد الهشاشه اخرى عاوتاني سبيسيال عاد داروها ثاني مؤخرا ديال الاوراش. واش الاوراش خدمه؟ اوراش دابا في هذا الاقليم مثلا حنا نهضروا على هذا الاقليم، الاوراش خدمه. تجيب واحد غادي تخدموا في شي حاجه ما عارفينهاش بعدا كاع، تخدموا في شي حاجه ما عارفاش. وتجي واحد التعليم تاع التعليم غير واجب التعليم تجيبوا يرسم لي كاتبين وبين الرسم، واحد اللي تيعرف يرسم ولا جوج تيعرف يرسم والباقي غير جاي بمعنى. وهذيك الهشاشه عاوتاني فيها مساله اخرى. اشنو فيها؟ ما يدخلها من الولا. انا تنقولوا في السي دي تي ما يدخل النقابه من الولا، هو هذيك الاوراش ما يدخلها من الولا. شكون اللي غيدخلها؟ يدخل غير اللي بغاو يدخل، واللي ما بغاوش يدخل ما غاديش يدخل. وهنا تتمشي الفلوس ديال الانطياج. من ضمن الفلوس اللي تيمشيو فيهم الانتاج وما تيستافدوش بهم الناس، لان هذيك الانتاج دارت من اجل التنميه، وحنا في الاقليم ما عندناش التنميه كاع. شنو التنميه كاينه في هذا الاقليم؟ نضيفوا لهذا المجال الصناعي ديال العين الجوهره، هو اللي فيه شويه امكانيه ديال انه يكون شويه ديال التشغيل، اللي تكون فيه شويه ديال شروط العمل اللائق. ولكن عرفتوا شنو تيطرا فيه دابا؟ تيضيقوا هذاك المجال ديال عين الجوهره. باش يضيقوه هذا المجال ديال عين الجوهره وتيديروا فيه مدن الصفيح في الحاشيه ديالو. في الحاشيه تيديروا مدن الصفيح مسموح لها السلطات، ماشي مشكل. اقليم بدون صفيح، مدينه بدون صفيح، ومنطقه صناعيه بالصفيح. علاش؟ باش يمنعوا توسيع ديال هذيك المنطقه الصناعيه، وبالتالي غادي يمنعوا شركات من انها تستمر، وبالتالي غادي يمنعوا العمال انهم يشتغلوا، وغيمنعوا الاقليم من الاستفاده من التشغيل ديال العمال. وبشكل سافر هادشي راه ماشي الناس اللي الا مشيتي غادي تلقى الحاشيه ديال ديك الناس اللي باغيين يدوزوا لهم ديك الارض ويضيقوا المجال الصناعي. الا مشيتي غادي تلقاهم في الحاشيه كاملين، يعني تيمنع عليك انك تزيد توسع هذه المنطقه هذه. الحوار الاقليمي، هنا الحوار الاقليمي شنو فيه عندنا في الاقليم؟ ما كاينش تفاعل مع الاحداث والوقائع. ما يقع خصنا نذكروا عليه، سنفتحوا فيه نقاش مع المعنيين، مع الجهات اللي تعنيها الامر. ولا كان تيهم التشغيل ولا كان تيهم المهوى الاجتماعي، النقابات راه مؤهله انها يتفتح معها هذا النقاش. ولكن الحوار الاجتماعي عندنا في الاقليم رهين بالمزاجيه، يعني ملي تشق لهم يعيطوا عليك، ولا ما تشق لهمش ما يعيطوش. والظرفيات السياسيه فوقتاش بحال الا وقعت شي حاجه تتحرك شي حاجه في المجتمع، تتولي ديك الساعه النقابه ديك النقابه خاصها دار الحوار ودار اللقاء ودار النقاش. نؤكد على ان تحسين الدخل هذه السلطات المسؤوله اقليميا ما تساهم في تحسين دخل الساكنه. من اجل كذلك المرضى، احنا هذا هو الحوارات، هذا هو الحوار اللي كنقولوا نذكروا فيه، من اجل الطلبه، من اجل التلاميذ، من اجل المرضى. وراه السبيطار اللي عندنا هنايا في الخميسات هو براسو داخل الانعاش، انا ما غنقولش اي واحد يمشي للسبيطار ويشوف
ويشوف واش غيقضي شي غرض ولا ما غيقضيش. داخل الانعاش ما فيه حتى حاجه، لا موارد بشريه كافيه ولا تجهيزات ولا لوجيستيك حتى حاجه. وراه دائما تنعاودوا هادشي وتنقولوا الوطنيه وفي الجبهه الاجتماعيه المحليه رفعنا واحد المجموعه ديال الشعارات، منها الصحه اللي كنا تنهضروا عليها، وهنا تنطالبوا بالتسريع ديال التشغيل ديال هذا المستشفى الجديد من 2017، 7 سنين مازال ما داروا فيه حتى حاجه. ما نعرف حتى لين غادي يبقى، وحنا اللي خايفين، حنا نكونوا واضحين مع الساكنه، حنا اللي خايفين هو يتفوت. راه كاين هذه الموضه دابا ديال الحكومه تتفوت، غادي تبنيه وتصبغوا وتقادوا وتفوتوا، وغنبقاو حنا هنا ما عندنا لا سبيطار لا والو، بقى بحال هذا السبيطار اللي عندنا دابا. دوزنا هاد 10 سنين الاخرى عشريه عجفاء بحال داكشي ديال الجفاف، تطيح الشتاء ما كاينه حتى حاجه. 10 سنين دابا دوزنا في هاد 10 سنين الاخرى ما فيها حتى حاجه، لا حتى شي واحد يقول لنا شي حاجه دارت في هذا الاقليم. هاد 10 سنين هذه كامله ما كاينش. تنقول 10 سنين راه فيها المسؤولين جوج ونص، جوج الولايات ونص، بمعنى ولايه 4 سنين، ولايه 4 سنين في عامين. هي زعما دخلنا في الولايه الثالثه. الممثلين ديالنا لا المحليين ولا الاقليميين البرلمانيين اني جوج ديال المرات تيتعاودوا، ولكن ما تتعاود حتى حاجه في البرامج، حتى حاجه في البرامج. عمركم سمعتوا شي واحد في البرلمان تيدافع علينا، تيدافع على الطبقه العامله، تيدافع على التشغيل، تيدافع على الاستثمارات باش تجي لهذا الاقليم؟ ما كاينش. ما عمر شي واحد لا هضر على هذا الشيء كامل. وغنقول لكم فوقتاش خصهم يهضروا في الاخر، غنقول علاش خصهم يهضروا وفين خصهم يهضروا. عندنا في هذا الاقليم تنزيل ديال مفهوم الدوله الاجتماعيه. ملي تنقولوا الدوله الاجتماعيه غادي نقصدوا بها السكن، ياك يديروا لنا داك لامو الى اخره. هذاك لامو اللي شدوا اللي ما شدوش، اللي ولينا تنقولوا كون غير ردوا لنا الرميد. على الاقل راك الناس ديال الرميد كانوا تيستافدوا. دابا واحد عنده الرميد ما بقاش عنده الرميد، ولات عنده لامو ما بقاش عنده لامو، ما بقات عنده حتى وحده، بقى جالس يتفرج. وإلا خدم يومين تيقولوا ليه ما غادي تشد هذاك الدعم. خصك الا غادي تشد هذاك الدعم خصك ما تتحركش. يومين تخدم ما تشدوش، ما كاينش الدعم. اذا الدوله الاجتماعيه غنهضروا فيها على السكن. تنزيل الدوله الاجتماعيه في الاقليم غيعني السكن. وهنا شنو عندنا في هذا الاقليم؟ عندنا الهدم. الناس راه هدموا ليهم وملي بغاو يجزئوا لشي وحدين اخرين، ماشي هذوك اللي عنده بغى شي شويه ديال الارض ولا عنده براكه، وتهز هذاك اللي كاين في البراكه ومشى بحالو، مشى لشي بلاصه اخرى. ولادو عوض فاش يقراو هنا ولا ساكن معفين، وخصو ولادو باش يجيو يقراو ما عرفاش شنو خاصهم باش يجيو. الوسائل ديال النقل ما كايناش، ما كاينش الطوبيس. عمركم شفتوا شي بلديه مجال حضاري في الجهه ديال الرباط، العاصمه عمرهم شافوا الطوبيس. شي هذوك الدراري الصغار دابا اللي تيكبروا ما عارفينش كاع الطوبيس شنو هو كاع. قبل ما يستعملوه باش يمكن يتنقلوا فيه لقضاء الاغراض ديالهم. اذا كاين الهدم ومحاربه دور الصفيح، مازال الناس الى الان ما سكنوش. هذا هو تنزيل ديال الدوله الاجتماعيه عندنا في الاقليم. الصحه، المستشفى والخدمات هضرنا عليهم. الشغل موصوف بالهشاشه، هشاشه كبيره ماشي الهشاشه الاسلام. عطيت نموذج قبيله ديال عمال ديال سميتو، قلت كيفاش الهشاشه. ماشي غير هما، كاين المربيات
التعليم الأولي يؤهل للتعليم الابتدائي. واش الظروف اللي تعيشوها المربية الظروف؟ ما نهضروش على دابا راه شي شويه بدات بحال الا بدات تتحسن شي شويه نسبيا، ينتقلوا من هذيك درجه الصفر، لان راه تعذبوا في هذيك درجه الصفر، تعذبوا في هذيك درجه الصفر المربيات تابعين للجمعيات. هذوك الجمعيات المهم ما غاديش نطول اكثر، المهم ان هذا القطاع قطاع هش. وعاود غادي نقولوا الجامعه نرجعوا لها، لان شنو هي اعدام الشباب باغلاق الافاق امامهم. راه كاينين الناس اللي عندهم 17 18 في المعدل وما تيقدرش يمشي يقرا، ماشي اعدام هذا، 17 18 في المعدل وتيطلع لي 6 ما باغيش يمشي، ماشي لي 6 تنقولوا تنقصوا منها، ماشي اختياره لي 6، عنده اختيارات اخرين، يمشي لجهه اخرى، يمشي يدير حاجه اخرى، وعنده الامكانيه باش يدير حاجه اخرى، ولكن حنا تنعدموه. لو كان درنا ليه الجامعه هنا ما غيوقعش هادشي. ولكن عرفتوا علاش؟ يخشون الحراك الطلابي، تيخافوا الناس يفهموا، حيت الا فهموا الناس ما غيقبلوش هذا الوضع هذا اللي عايشين فيه. وهما باش ما تكونش عندك مدينه فيها المعرفه خاصهم يتضامنوا كاملين سلطات وممثلين، ويدابزوا الممثلين. يقول لك شوف انا غادي ندي واحد تيتزاحم معانا تيقول لك انا باغي الجامعه تمشي للكموني، تيتزاحم معنا تيقول لك انا باغي الجامعه تمشي للكموني، وانت قتلتي الكره قتلتي كلشي، بغيتي دير الجامعه للكموني، بغيتي دير انت كلشي، والسلطه تتفرج فيك تدير ما بغيتي. وماشي بزاف، ماشي كفى، ما نقولوش كفى من هذا العبث هذا، ما كاينش كاع سلطه تتراقب. عندنا ايضا غادي يقول لك راه ما كاينش اضرابات هنايا في هذا الاقليم، ما كايناش اضرابات. حنا في النقابات ما تنبغوش نديروا الاضرابات، حيت راه درنا تقديم عمل هش ما تيسوى والو، تنوض دير الاضراب تحقر على هذاك العامل تصيفطو بحالاتو، تيقول لك ما كاينش الاضراب. ما تنديروش الاضراب لان تنراعيو المصلحه ديال العمال، لان الا ما راعيناش مصلحه العمال غيطردوهم وما عندهم ما يديروا في هذا الاقليم، ما عندوش البديل كاع، وتنصبروا حنا وتنجيبوها في روسنا باش السلطات ترتاح. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقولها صراحة في هذا الإقليم، مستهدفة. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الإقليم مستهدفة، ولكن غنقولوا لكم والمسؤولين حنا غنبقاو مستقلين، ما عندناش حنا التيليكوموند ويجي شي واحد يقول لنا ديروا هادي ولا ديروا هادي ولا ديروا هادي، وسيروا قولوا شي جهه اخرى دير داكشي اللي بغيتو. حنا مغلا وغنحافظوا على الخط ديال الدفاع على الطبقه العامله والكادحين، اراد من اراد وكره من كره. ونعلن ما بقيناش نتسامحوا، كلشي غنبقاو نهضروا عليه، كنا تنتسامحوا وكنقولوا ما كاين مشكل، ما كاين حتى حاجه، ما بقيناش نتسامحوا. غادي تبداو من هنا لقدام تشوفوا البيانات الناريه، وغادي نشوفوا اي حاجه ما عجبتناش غنقولوا ماشي هي، وغادي نوقفوا في كل شيء. وراه حنا المهم حنا كما تعتبرونا حنا ما خدامين لكمش، حنا راه ما خدامين لكمش، لا حنا لا الجبهه الاجتماعيه ما غنخدموا لكمش وما نصلحوا لكمش. وما مفكش مع الحقوق، ما مفكش ومع الحقوق، ما مفكش وما مفكش مع الحقوق، ما مفكش مع الحقوق، ما مفكش العالم خزان، ما مفكش العالم خزان، ما مفكش. ونؤكد ان أمدينا محاصره، عندنا في اتجاه لوطوروت
بحال عندنا الديوانه، يعني تخرج شي حاجه وتدخل شي حاجه وتدخل شي حاجه وتدخل شي حاجه، بحال عندنا الديوانه. هادو دابا كاع اللي كاينين هنا لو كان نوزعوا شي استماره، نوزعوا عليهم استماره اللي تيتحركوا تيتحركوا بالسيارات، نوزعوا عليهم استماره. شحال من مره تقلبتوا في هذا السد الجمركي اللي كاين في الاتجاه الاوتوروت. تقدر دير نقابات الاستماره وتوزعها. شحال من مره تقلبتي في هذا الطريق ديال الاوتوروت، تمشي يقلبوك، ترجع يقلبوك، تمشي يقلبوك، يرجع يقلبوك، تمشي يقلبوك، ترجع يقلبوك. تيضربوا في واحد الاورديناتور تما، كل مره يشدوا لاكارت يقلبوك كل مره، ودوز 10 المرات تقلب 10 المرات. الا عندك الزرات تقلب واحد 5 ولا 6، ولكن كون متاكد الا ما عندكش الزرات تقلب 10 المرات، دوز 10 المرات تقلب 10 المرات. بزاف يديروا لنا شي مكتب هنايا، نمشيو نقدموا الوراق ديالنا والهويات ديالنا ويعطيونا لي سيت باسي ونبقاو نخرجوا نوريهم غير لي سيت باسي، نوريهم غير يوقفوك يدير لي بحال لي سيت باسي وخرج. ونبهنا على هادشي، هضرنا عليه مرارا وتكرارا، ولكن حتى واحد ما تيسمع. اش يقولوا؟ هذيك غير النقابات تهضر على هاد المره غنمشيو وغنوقفوا تما وغنديروا اعتصام وغنديروا. علاش؟ باش نقولوا خصكم تسمعونا. حنا هضرنا وغنمشيو باش تسمعونا، ما بغيتوش تسمعونا كاع. فخورنا بانتمائنا للجهه، حيت هذه الجهه اللي فيها العاصمه ديال المملكه، حنا فخورين نكونوا فيها. كاين الرباط وكاينه مدينه الانوار، وراكم شفتوا دابا الرباط كيفاش ولا مدينه عالميه، وحنا كاينين في هذه الجهه اللي فيها هذه المدينه العالميه. تحيه للسلطات الجهويه خدامين، ولكن نأسف لعدم المواكبه الاقليميه بغياب التنميه. ايوا ما يمكنش. خويستي يا جوهره يا مهبوك الشفاره، خويستي يا جوهره، خويستي يا جوهره، خويستي يا جوهره. نأسف لعدم المواكبه الاقليميه بغياب التنميه، ثم ضعف البنيات التحتيه. اضعف بنيه تحتيه كاينه في هذه المدينه هذه. اولا المدينه المظلمه. شو ذاك الضوء 14 مليار على شانطي، 14 مليار ما فيهش كاع الضوء. عيب شانطي ما فيهش الضوء. مدينه الله يتصور. والطريقه ديال التسليم ديالو وتسلم بواحد الطريقه ما عرف كيفاش يتسلم هذا الشانطي ما كاملش، وتسلم وسناو عليه وكل شيء ودوزوه. كاين مشكل، واخا يبقى داير بحال هكاك، وحنا غنتسناو عاوتاني شي مره اخرى يجي شي برنامج اخر عاوتاني. 14 مليار. وراه مازالين حنا في الجبهه الاجتماعيه وفي الكونفدراليه تنقولوا ان هذاك شارع بنو سينا خصو الحساب. ما كانش الحساب كاع، خاصو الحساب. نعلن اننا في الجبهه الاجتماعيه المحليه وفي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل تنقولوا ان هذاك الطريق خصها الحساب. غياب المتابعه لهذه المشاريع، ومتى كاع الا كان شي مشروع ما تكونش فيه كاع المتابعه. علاش؟ هذا راه سؤال كبير. علاش؟ كاين هذيك الساحه ديال الحسن الاول، هذيك الساحه ديال الحسن الاول حتى هي تسلمات بلا ما تكمل، بلا ما تقاد، بلا حتى حاجه. ما كاينش الحساب كاع نهائيا. واخا يكون مشروع بسيط ما كاينش المتابعه وما كاينش المحاسبه. اللي بغى يدير شي حاجه تيديرها. وهنا غادي نطرح جوج ديال الحوايج خاص السلطات تتعامل معها بالايجابيه اللازمه. الاولى، انا راه في الاول قلت كاين عندنا واحد المنجم تسد وفيه العمال وكفاءات، وهنا تنقولوا اي حاجه خصها خص تكون الاولويه لهذوك العمال. من الواجب ديال السلطات، حيت لو كان حضرونا وتحاوروا معنا غنقولوا لهم اشنو غادي ديروا مع هذوك العمال منين يخرجوا.
ملي تسدوا هذاك المنجم وهذوك العمال وغادي واش ما يخدموش؟ واش الا توفرات شروط ديال العمل ما يمكنش يخدموا؟ خصهم يخدموا. شكون اللي غادي يضمن لهم هذا الحق؟ السلطات، وخاصها تضمن لهم هذا الحق هذا وتعطيهم الاولويه. وحنا راه مازالين تنطالبوا وتنقولوا ان العمال اللي كانوا خدامين في النجم الحمام عندهم الاولويه ديال التشغيل في كل الامكانيات اللي غادي توفر. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه واللي من الواجب واللي حنا تنعلموها من الان غنشتغلوا عليها في الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل وغنشتغلوا عليها في الجبهه الاجتماعيه من الان. حنا جينا في الجهه ديال الرباط، حنا مقبلين على 2030 مقبلين على 2030 تنظيم كأس العالم. وتنظيم كأس العالم مناسبة للاستفادة على الأقل من البنية التحتية. البنية التحتية طرقان، الناقل، تيرانات، لوطيلات. ما نستافدوش حنا، ما نستافدوش. الملايير تعطات للرباط، أكادير 180 مليار، مكناس 120 مليار، خميسات صفر، منقزين من الرباط الملايير، غاديين لمكناس الملايير، وهنا صفر. واك على شوها، واك على شوها، واك على حالة، واك على مدينة. وحنا تنطرحوا السؤال، المنتخبين هذوك اللي صوتنا عليهم، اللي ما صوتناش عليهم حنا، هذوك اللي صوتوا عليهم الناس وما صوتناش عليهم حنا، هذوك المنتخبين شنو الدور ديالهم؟ شنو داروا من اجل هذا الاقليم؟ شنو داروا من اجل هذا الاقليم؟ هذه هي المناسبه اللي ممكن فيها الاقليم ينتعش ويعرف واحد القفزه نوعيه في اتجاه التنميه. هذه هي المناسبه. فوقتاش؟ ودابا اللي كاينين الفلوس، ولكن هادو اللي تيمثلونا ما كاينينش. واش داروا كتبوا شي حاجه؟ داروا شي ملتمسات؟ راسلوا شي جهه؟ سمعناهم في البرلمان؟ والسلطات اش دارت؟ كتبت شي حاجه؟ طلبات شي حاجه؟ جمعات هاد البرلمانيين وقالت لهم خصكم ديروا، تابعاتهم وقالت لهم اجيو نجلسوا من بعد ونشوفوا واش درتوا؟ ما كاينش. حنا تنقولوا ان 2030 من حقنا حتى حنا في الاقليم ديال الخميسات نستافدوا، وما يمكنش يقفزوا علينا وندوزوا من مدينه لمدينه وحنا نبقاو خميسات ما نستافدوا حتى من شي حاجه. هذا هو المطلوب ديالنا. السلطات المحليه والاقليميه مطالبه باتخاذ اجراءات من اجل الاستفاده الساكنه ديال الاقليم وديال المدينه من التنميه الاجتماعيه المتعلقه والتي تدخل في برنامج 2024-2030. بغينا حتى حنا ندخلوا، علاش ما ندخلوش؟ وهذه مسؤوليه ديال السلطات ومسؤوليه ديال المنتخبين. غادي يكون هذا هو اكبر مطلب غادي نطلبوه وغادي ندافعوا عليه في الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل، وغادي ندافعوا عليه في برنامج ديال الجمعيه ديال الجبهه الاجتماعيه المحليه، غادي ندافعوا عليه باش نحققوا هذا المطلب. وراه السلطات مطالبه انها تراسل وتتخذ الاجراءات اللازمه من اجل الاستفاده. حتى حنا بغينا نستافدوا من حقنا. شي لو كانوا تيكتبوا ولو كانوا تيغوتوا كما تيديروا الناس بلايص اخرين، ولو كانوا تيعطيو الاهتمام للساكنه ولهاد الناس اللي كاينين هنا، غادي نستافدوا حتى حنا بحالهم. واش حنا تنجيو عندهم تنقول لهم عطيونا شي حاجه، شي بقعه، شي حاجه؟ وما يعطونا حتى حاجه. حنا يعطونا غير حاجه وحده، يعطونا عباد الله الحقوق ديالهم، يدافعوا عليهم ويستافدوا من هذا البرنامج ديال 2030. ومن حقنا نقراو، من حقنا الجامعه، من حقنا السبيطار، من حقنا الماء نستافدوا منه بالشكل المطلوب، هذا البراج وهذا، من حقنا يكون عندنا شويه ديال الرخاء ومحاربه الاحتكار.
ومن حقنا ايضا اننا نستافدوا من هذا البرنامج ديال 2030.